طيب، لكن نحن ننظر في شخص المصطفى عليه الصلاة والسلام وذاك التوازن الذي جاء في حياته صلى الله عليه وسلم، فلننظر إلى الجانب الآخر وهو جانب رحمته وشفقته وبعض ملامح شخصيته صلى الله عليه وسلم التي تدل على كريم سجاياه. نجد أنه كما أنه عامل الأطفال هؤلاء بهذه المعاملة، إلا أنه في المقابل عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات كان يخطب الناس، جموع كثيرة جدا معروضة أمامه، أكثر من هذا الجمع الذي أمامي الآن بكثير، وفيهم أناس كبار، فيهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بل بعض أشراف قومهم كأمراء القبائل، وهكذا أناس كلهم أمامه. نظر عليه الصلاة والسلام جانبا وإذا بالحسن والحسين، وكما قلت أن سنهما لا بد أن يكون دون سن السابعة، والحسين أصغر من الحسن، جاء يعثران في قميصيهما، طفلان صغيران، فأوقف الخطبة ثم نزل من المنبر وذهب إليهما وقبلهما وضمهما واحتضنهما، ثم عاد إلى خطبته، ثم خاطب الناس قائلا: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت ابني هذين فلم أملك نفسي أن قبلتهما. انظروا إلى هذه العاطفة في مقابل ذاك الحزم، وإلى هذا التوازن في شخصه صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى كان يصلي بالناس فسجد وأطال السجود جدا حتى استنكر الصحابة وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه شيء، وتجرأ أحد الصحابة فرفع رأسه ينظر ما الذي حدث، وإذ به يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ركب على ظهره الحسن أو الحسين وهو يصلي بالناس، فعاد الصحابي ساجدا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته خاطب الناس قائلا: إن ابني هذا، كان بجانبه، قد ارتحلني. ايش معنى ارتحلني يا أخي؟ نعم، يعني اتخذني كالراحلة، يعني ركب على ظهره صلى الله عليه وسلم. فقال: إن ابني هذا قد ارتحلني وإني كرهت أن أعجله. سبحان الله، أمام الناس، يعني لو أنها أحدنا يمسك الطفل ويرميه هناك، لكن هكذا كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها هذا التوازن. وكان عليه الصلاة والسلام يسمع صياح الصبي وهو في الصلاة فيعجل بالصلاة ويسرع بها لما يعلم من وجد أمه عليه، يعلم أن الأم فيها من الحنان ما تعلمونه، فيسرع بالصلاة لأنه يعلم أن قلبها مشغول مع طفلها ذاك الذي يصيح. هذه الملامح تدلنا على وجود هذا التوازن في شخصه صلى الله عليه وسلم، والأحداث كثيرة، ولكن هذه نماذج منها.